القمر بقى أحمر، خلي بالك من اللي واقف جنبك، مش شرط يكون إنسان. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أنا حكايتي بدأت من 5 سنين، ليلة خسوف كامل. القرية كلها كانت واقفة تتفرج إلا بيت واحد، بيت محمود. الراجل ده اختفى قدام عيني، وأنا لحد النهاردة مش عارف أنساه. القمر كان أحمر بشكل يخوف، ومحمود واقف في نص الشارع يبصله من غير ما يرمش. فجأة بدأ جسمه يتشنج وصوته يخرج كأنه بيتكلم بلغتين في نفس الوقت. الناس اتجمدت مكانها، وأنا الوحيد اللي جريت ناحيته. قربت منه خطوتين ولقيت عينه مش بتعكس القمر، كانت بتعكس وشي أنا، بس الوش كان مشوه، مبتسم بطريقة مرعبة، وأسنان طويلة بتلمع. ثواني ومحمود وقع على الأرض، جسمه موجود لكن عينيه مقلوبة بيضة، وصوته ساكت. ومن ساعتها كل خسوف دموي بيجي بيتفتح باب أوضتي بالليل لوحده. وأنا عارف المرة الجاية مش هيكون الدور على محمود، المرة الجاية هيكون عليا أو عليك. ولو بتشوف الكلام ده دلوقتي بص حواليك، يمكن الباب وراك مش مقفول.